يزعم الدكتور يسري جبر أن أول روح خلقها الله هي روح محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو رسولك صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أنه رسول كل العوالم، رسول في عالم الخلق ورسول في عالم الأمر. ففي عالم الأمر وهو عالم الروح كان هو أول روح خلقها الله. ما الدليل الذي سيقدمه الدكتور يسري جبر بأن روح محمد هي أول ما خلق الله، ولكن في السنة المطهرة خلاف ما قال تماما؟ فجاء في البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخلائق يأتون آدم يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة. وهذا دليل على أن أول من خلق الله من الأرواح هي روح آدم عليه السلام. الناس أو الخلائق يأتون يوم القيامة يطلبون من آدم الشفاعة ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يستدل أهل العلم بأن هذا الحديث كناية على أن أول من خلق الله من الأرواح هي روح آدم عليه السلام. فهذه عادة الصوفية، يبالغون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نهاهم عن ذلك فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهذا أيضا يبطل ما قاله الدكتور يسري جبر بأن أول ما خلق الله روح محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر أهل العلم أن أول ما خلق الله تعالى الماء والعرش ثم القلم ثم السماوات والأرض. واختلف في العرش أو الماء أيهما خلق أولا، فقيل إن العرش خلق أولا، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فما تنفست الصفات الإلهية إلا بخلق هذا النفس الرحماني صلى الله عليه وآله وسلم وشرف. هو رسول الله في البرازخ، وهو أول من تسأل عنه عندما تولد من عالم الدنيا إلى عالم القبور صلى الله عليه وسلم، كما أنه هو رسول الله يوم القيامة، بل يوم القيامة لا يدار إلا به وله ولأجله. كل هذه الكلمات شركية لا يرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نهى عنه: إنما أنا عبد الله ورسوله. دكتور يسري جبر رفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يدار يوم القيامة إلا به وله ومن أجله. استغفر الله.